اهلا وسهلا بيكم في برنامجكم مستشارك العقاري مع AM. النهارده حلقتنا مختلفه شويه، ان شاء الله هنتكلم عن كافه استثمارات بالعاصمه الاداريه الجديده. العاصمه الاداريه الجديده هي عاصمه المال والاعمال والسياسه والتجاره والاقتصاد. النهارده من فضل الله سبحانه وتعالى العاصمه الاداريه الجديده وصلنا الى كم من الإنشاءات وصل إلى 70%. إن شاء الله منتظرين في الأيام القليلة القادمة، ويمكن قبل انتهاء 25 المونوريل كمان هيشتغل ببعض مراحله. ده هيساعد كتير جدا في كسب الاستثمارات. احنا مين؟ احنا شركة AM للتسويق العقاري والتشطيبات، ومقرنا مدينة ناصر عباس العقاد. احنا شراكة مصرية سودانية بين خمس أشخاص، أنا المصري الوحيد اللي فيهم، ومعايا 4 إخواتي سودانيين الجنسية. استهداف الشركة الأول والأخير إلى المستثمر في جميع أنحاء العالم، سواء سوداني، سواء سعودي، سواء ليبي، سواء مصري خارج مصر. أنا بستهدفك إن أنت تخلي فلوسك في مصر أفيد من أي مكان تاني، والعاصمة الإدارية الجديدة هي توجه دولة. احنا بنتكلم في 174 ألف فدان. بنتكلم النهارده ان احنا نمتلك البرج الايقوني 387 متر، وهو ترتيبه الاول على قاره افريقيا والثاني على الشرق الاوسط. الحمد لله عندنا برضو من ضمن انشاءاتنا مسجد مصر، وده ترتيبه الاول على افريقيا والثاني على مستوى العالم بعد المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم. عندنا برضو بالنسبة للكنائس اخواتنا الأقباط، عندنا برضو الكنيسة الكاتدرائية اللي فخامة الرئيس بيرحب بيها باخواتنا الأقباط في أعيادهم وبيقول لهم كل سنة وانتم طيبين. دي برضو بالعاصمة الإدارية الجديدة. ثم تم نقل مجلس النواب ومجلس الشيوخ بالعاصمة الإدارية الجديدة، القصر الرئاسي العاصمة الإدارية الجديدة، جميع الوزارات وهي مجمعة كلها في حي واحد، ودي حاجة أول مرة تحصل في تاريخ مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة. البنك المركزي المصري اللي ما اتحركش من مكانه من أيام الرئيس محمد نجيب تم نقله إلى العاصمة الإدارية الجديدة. يبقى احنا النهاردة بنتكلم في الجمهورية الجديدة داخل الجمهورية، وبعد إعلان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في 4 في العام الماضي 24 ان العاصمه الاداريه الجديده هتبقى هي عاصمه جمهوريه مصر العربيه. فاحنا النهارده انا بكلمك في توجه دوله وليس توجه شخصي. النهارده لو حضرتك عايش خارج مصر وحابب ان انت تعمل استثمار في مصر، الموضوع بسيط جدا. العاصمه الاداريه الجديده متوسط سعر الشقق فيها من 5 مليون مثال لحد 10 مليون. فلو انا اتكلمت دلوقتي في مثال، انت بتاخد وحده عقاريه، مثال شقه سكنيه مثلا 3 غرف، ريسبشن قطعتين، 3 تويلت، 2 تراس، مطبخ كبير. الشقه دي بتبقى متوسط الرينج بتاعها 6 مليون جنيه. انا النهارده جايب لك اكتر من عرض. العرض ده لو احنا قلنا حضرتك دفعت قيمه ال6 مليون دول كاش، ال6 مليون دول كاش متوسط، لو احنا قلنا الدولار في رينج ال50، يبقى ال6 مليون دول انا بتكلم في مثال 120 ألف دولار. لو انت دفعت ال 120 ألف دولار دول كاش، عندك عروض ما حصلتش قبل كده في العالم كله. انا عايز اقول لكم حاجة قبل ما الكلام ياخدنا. الحمد لله رب العالمين قدرت جمهورية مصر العربية انها تتفوق على جميع البلاد اللي حوالينا في الاستثمارات العقارية. على سبيل المثال انا عندي من ضمن في بلدين منافسين ليا، سواء الامارات او سواء تركيا. الحمد لله قدرنا ان احنا نستقطب الشعب السوداني بعد الحرب انه ياخد شغل من العاصمه الاداريه الجديده ويعمل استثمارات في العاصمه الاداريه الجديده. في اول سنه بس من الحرب كانت 15/4/23 الى 1/5/24 قدرنا نحقق 20 مليار دولار. ده في اول سنه. يبقى السنه الثانيه لو احنا قلنا نفس الرقم تاني، يبقى احنا بنتكلم النهارده مع الشعب السوداني في قرابه 50 مليار دولار. يبقى الاستثمار في العاصمه الاداريه الجديده هو انجح استثمار، عاصمه المال والاعمال والسياسه والتجاره والاقتصاد. النهارده بكلمك عن وحده عقاريه، مثال قلنا ال3 غرف ديت بقرابه 6 مليون جنيه. لو انت اديتني 10% مقدم يعني 600 ألف جنيه، يعني 12 ألف دولار فقط. بال 12 ألف دولار دول انت بتاخد عقدك وشكرا. المتبقي عليك قرابه 5 مليون ونص، عايزهم منك على 7 سنوات. يعني لو جينا نحسب قسطك الشهري هتلاقيه قرابه تقريبا 1200 دولار. طيب ادي حاجه. الحاجه الثانيه، النهارده عندي من ضمن العروض السكنيه القويه قوي عرض الكاش. عرض الكاش بيقول ايه؟ اشتري وحدتك العقاريه كاش وخد وحده تماثلها او تساويها في المساحه ببلاش. اللي هو نقدر نقول عليه باختصار بصيغه اخرى ال50%
خصم الكاش، ولكن انا ما بعملكش 50% خصم على الوحده، انا بديك وحده اخرى في حاله دفع ال 100% كاش بتاخد وحده ثانيه تساويها بالظبط في المساحه وفي اللوكيشن مجانا. ده بالنسبه للشقق السكنيه، كان عرضين بس صراع كده. تعال بقى نتكلم على المحلات التجاريه، هي دي اللي رايحه في حته ثانيه خالص. اعلى استثمار يا جماعه بالمناسبه بخصوص العاصمه الاداريه الجديده والاستثمارات هو التجاري، اللي هي المحلات، يليها على طول المكاتب الاداريه، يليها العيادات الطبيه، ثم الشقق الفندقيه، ثم الشقق السكنيه. بنقول عليه اجبن استثمار، ولكن هو اقوى استثمار وامن استثمار. طيب تعالى النهارده نتكلم عن محل تجاري. انا عايز من حضرتك قيمه في المحل التجاري ده مثال 10%. فلو المحل بتاعي مثلا لو هو في الدور الارضي والمحل ده مثلا 40 متر، قدامه 40 متر اوت دور، فالمحل ده بتلاقيه في قرابه ال 10 مليون. انا عايز منك 10% فقط، وهي مليون جنيه. يتبقى عليك 9 مليون. انا عايز ال 9 مليون دول على 10 سنوات بقرابه 900 ألف في السنه. لو جينا نحسب 900 ألف في السنه دول، يعني انا عايز منك قسط شهري تقريبا حوالي 75,000. 75 في 12 تطلع معاك 900,000. طيب ومش كده وبس، ال 10% المقدم اللي حضرتك دفعتهم انا برجعهم لك تاني على نفس عدد سنين القسط بتاعتك. فلو انت اديتني مليون جنيه وعايز تقسط على 10 سنين، انا هرجع لك المليون جنيه برضو على 10 سنين بمتوسط 100,000 تقريبا كل سنه. دي هخصمها لك من قسطك. وده عرض جميل جدا وسهل. مش كده وبس، الشركه بتلتزم معاك، مش شركه واحده ولا اتنين ولا تلاته شركات انا راغب ان انا اخليك تشتري فيها، لا. اغلب شركات العاصمه الاداريه الجديده عامله لك النهارده تامين للمستقبل، لانها تعلم ان انت عميل دولي، عميل عايش في الخارج. معنى ذلك ان انت غير قادر على اداره مشروعك بنفسك. المطور نفسه هو بيدير لك مشروعك، فاعمل لك حاجه في اخر العقد بتاع التمليك بتاعك اسمها عقد ايجار الزامي. عقد ايجار الزامي ده يعني ايه؟ يعني بيلتزم المطور معاك بايجار وحدتك بعد الاستلام بقيمه ايجاريه من 15% الى 25%. فلو محلك ده متوسطه قلنا 10 مليون، يبقى المطور تعهد امامك برجوع من 1.5 مليون الى 2 مليون ونص. من 1.5 مليون الى 2 مليون ونص. امتى؟ كل سنه بعد الاستلام. طب لا قدر الله هو ما عرفش يأجر المحل ده، انا اعرف احكمه ازاي؟ انا اضمن حقي ازاي؟ يلا في نفس العقد انا اعمل لك شرط جزائي في حاله عدم تأجير المحل، حد أدنى 10%. يعني لو أنت دافع مثال قلنا مليون جنيه، فأنت باقي عليك 9 مليون على 10 سنين يعني 900. بعد الاستلام خلال 4 سنوات يبقى أنا هدفع الأول المليون المقدم، وهدفع قسط أول سنة 900، تاني سنة 900، تالت سنة، رابع سنة 900. أنا استلمت محلي. المطور ملتزم امامي بايجار هذا المحل. طب لو ما اجرش، كاتب على نفسه شرط جزائي ب 10% حد ادنى. 10% حد ادنى، يعني من قيمه المحل. قيمه المحل 10 مليون، يبقوا ال 10% بتوعها مليون، انت قسطك 900، يبقى انت قسطك اتدفع من الشرط الجزائي بتاع المطور. يبقى انا هدفع اول 4 سنين لحد الاستلام فقط. يعني لو قلنا 4 في 900، 4 في 9 ب 36، يعني 3 مليون و600 ومليون مقدم، يبقى بنتكلم في 4,600. المحل قيمته 10 مليون اليوم. اما لو جينا نتكلم عند وقت التشغيل كمان 4-5 سنوات، يكون المونوريل اشتغل، ويكون كل الهيئات الحكوميه على سبيل المثال كل الوزارات خلاص اشتغلت، يكون المدارس والجامعات اشتغلت بكافه قوتها. انا بكلمك لو احنا قلنا ان في مصر في زياده في العقار بقرابه من 20 الى 35%، تعال ناخد متوسط 25%، يبقى في 4 سنين 25 25 25 25، انت زدت 100%. يبقى المحل بتاعك اللي ب 10 مليون اليوم هيبقى ب 20 مليون كمان 4-5 سنوات. لو هو بقى ب 20 مليون، انت كل اللي دفعه 3 مليون 600، 3 مليون 600 في الاربع اقساط، ومليون في المقدم، يبقى 4,600. يا سيدي خليهم 5 مليون، انت بقيت تملك محل ب 20 مليون. لو قسمت ال 20 مليون دول على ال 5 مليون، انت بتتكلم في 4 اضعاف، يعني 400% في 4 سنين. يبقى انت مع الاستثمار العقاري كسبت 400% ب4 سنين، يعني تقريبا بقرابه 100% في السنه. اعتقد مفيش استثمار اعلى من ذلك خالص. وده كان احد العروض التجاريه المهمة جدا اللي هو بال10%. هنقول عرض تاني بقى ده مفيد جدا جدا جدا، وهو عرض ال50%. عرض ال50% ده بس عشان العرض انا اخشى ان هو يطول مننا، خلينا نخرج فاصل مع كرنفال شكرا مصر. شكرا مصر ده كرنفال عملته سيدة الأعمال هاجر الأمين. عملت احتفالية كبيرة بحضور قامات كبيرة من
الشعب المصري وقامات كبيرة من الشعب السوداني، وبحضور ممثلين لهيئات حكومية كثيرة بتقول فيه شكرا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، شكرا البطل اللي فتح ذراعيه وقابل الشعب السوداني في محنة كانت صعبة جدا عليهم. ناس بين يوم وليلة، يوم 14/3/2023 كانوا عايشين في أمان وسلام. يوم 15 أنا آسف 4 يوم 15/4/2023 يلاقوا نفسهم في حرب، ولازم كانوا يخرجوا من البلد فارين، لأن كانت البلد صعبة جدا وحرائق وما شابه ذلك. والحمد لله استطاع الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة حل الموقف وخد الناس ديت عندنا وهم اخواتنا مشرفينا. تعال نشوف الحفلة ونخرج كده مع بعض. وزي ما عودناكم وبرنامج مستشارك العقاري ومتابعة اخواتنا السودانيين في كل بازاراتهم وفي كل احتفالاتهم. النهاردة في كرنفال شكرا مصر كانت مفاجأة جميلة قوي. قابلت حد غالي على قلبي جدا، هو حد من ابناء مصر وتقدر تقول عليه برضو من ابناء السودان. قابلت اخويا وحبيبي العشق ابن اسوان الجميل احمد تايسون. حبيبي يا مستر عبد الحفيظ، انا اللي مبسوط ان انا قابلت حضرتك ويا رب موفقين ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا احمد. احمد ايه رايك النهارده في الصرح الجميل اللي عاملاه الجميله السيده هاجر الامين؟ ايه رايك في يوم جميل زي ده؟ انت شايف ايه؟ انا شايف ان انا مبسوط جدا، وانا دايما سعيد بكل العظمه اللي بشوفها. انا هبه مندوبه امال عيسى ومسؤوله عن المبيعات. حبابكم ان شاء الله، واحنا الليله في بازار شكرا مصر، وبجد شكرا لدوله مصر. طيب قولي لي النهارده عندك ايه يعني هتتميزي بيه النهارده تقدري تعرضيه للساده المشاهدين دلوقتي على الهواء؟ عندنا محمديه نسيم شبال. تمام. نسيم شبال 6 في 1 بديل للدخان السوداني. الكرنفال مش باقي بس على الروايح ومش باقي بس على البخور والزي السوداني، لا عندنا منتجات اخرى عديده وعديده وعديده، من ضمنها شركات. هنتعرف النهارده باخويا. عرفني بنفسك. عمر الفاروق. شركه ايه؟ هوبس هاب. عرفني كده عن هوبس هاب. هو مركز تعليمي بيدرس الماركتينج ديفلوبمنت والكده والحاجات دي. وايضا اثناء جولتنا في الكرنفال وجدنا المنتجات الجلديه. منتجات الجلديه ما شاء الله انا شايف اكتر من لون ومقاسات مختلفه. انا شايف طريقه حتى التنظيم بتاعتهم والعرض طريقه جميله قوي. نتعرف باخويا. انا مؤمن ساتي من السودان. اهلا بيك حبيبي. انتوا شركه ايه بتعمل ايه؟ نحن شركه هيبتا بنعمل احذيه جلديه سودانيه، اللي هو المركوب سوداني مطورينه بشكل جديد بشكل ظريف اللي هو بيناسب مع الاجيال الحسي دي يعني. وزي ما انتم متعودين ان هاجر الامين وكرنفال شكرا مصر بيبقى متعدد الانشطه، يعني الموضوع مش متوقف على الاكل والشرب والزي السوداني، لا بيبقى في منتجات تانية كتير من ضمنها الكريمات والمكياجات وحاجات كتير. هنتعرف كده باختنا صاحبه براند قوي وطريقه تنظيمها وعرضها بصراحه شدتني ان انا ادخل على الترابيزه. مساء الخير الاول. مساء النور. عرفيني بنفسك. أنا اسمي جوان محمد وعمري 13 سنة. البراند بتاعك ايه؟ نرجع بس حته كده، انا عمري 13 سنه. أيوه صح كده؟ أيوه ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. قولي لي البراند بتاعك اسمه ايه؟ اسمه جوليبس. عباره عن ايه بقى؟ كلميني عن البراند كده. طيب حاجات لبس كير وحاجات يعني بتنعم الشفايف وحاجات كده. النهارده 30/5/25 يوم مميز قوي، يوم مش يوم عادي. النهارده احنا بنتكلم عن كرنفال شكرا مصر. كرنفال شكرا مصر هو عباره عن مهرجان كبير حدث اول مره يحصل في تاريخ مصر، واللي قامت بيه سيده الاعمال الجميله المجتهده هاجر الامين. هاجر الامين بتقول شكرا مصر. السلام عليكم، انا هاجر الامين منظمه فعاليه شكرا مصر. وحقيقه شكرا مصر وحبا مصر اجمل شعب طبطب علينا في الدنيا. يعني بعد الحرب نحن كنا فاقدين الدليل في الحقيقة. فأول ما دخلنا مصر حسينا بالأمان، حسينا بالحب، حسينا بحاجاتكم الطيبة في كلامكم الطيب من الناس اللي في الشارع، من المسؤولين، من بتاع الأوبر، الناس البسيطة، الناس الحلوة الحنينة،
واثناء جولتنا في الكرنفال النهارده وجدنا شخصيه مش هكدب عليكم نادره الوجود، الدكتور المستشار محمد فواز، وهو رئيس التحالف المدني لحقوق الانسان ورئيس جمعيه العفو المصريه ورئيس ومؤسس حزب تحيا مصر تحت التاسيس ونقيب الحقوقيين بالقاهره. المستشار محمد فواز له باع طويل في العمل السياسي والعمل التطوعي والعمل الخدمي. اهلا بيك يا معالي المستشار. اهلا بيك يا فندم. متشرف بحضرتك النهارده وانت معانا في كرنفال شكرا مصر لاختنا سيده الاعمال هاجر الامين، هي اللي عامله هذه الاحتفاليه. عايزه تقول ان بعد مرور عامين شكرا فخامه الرئيس لاستضافتك لينا، وشكرا لجيش مصر العظيم، وشكرا للشرطه والامن والاستقرار اللي احنا عايشين فيه بقالنا عامين. شعورك ايه بالموضوع ده؟ اولا مفيش شكر على واجب، يعني هي دي مصر وهو ده شعب مصر وابنائه بيحتضن كل العرب على ارضه ووسط اهله. الاستاذه هاجر مش محتاجه انها تشكرنا، لان ده واجبنا تجاه اخواننا السودانيين واتجاه اي جاليه عربيه، لان ده حاجه بتجري في دم الشعب المصري كله. وفي احد لقاءاتنا برضو اتقابلنا بالدكتوره اماني رشاد. الدكتوره اماني رشاد هي نائب رئيس مجلس اداره التحالف المدني لحقوق الانسان. والله هو شعور ان احنا فعلا بلد واحده، اخوه، ايد واحده، مفيش فرق بين مصر والسودان. مصر والسودان شعب واحد بلا حدود، وده اللي دايما عشناه من قديم الازل. الآن الفقرة مع السيد حفيظ. عبد الحفيظ هو إعلامي وناشط مصري وصديق للسودان، صاحب شركة AM. هي لعبد الحفيظ، وهو عبارة عن دينامو وخلية نحل متكاملة في تعزيز العلاقات بين السودان ومصر. حفلنا اليوم هو كرنفال وحفلة ومهرجان باسم شكرا مصر. شكرا مصر لوقوفك مع اخواتنا الاشقاء السودانيين في بلدهم الثانية مصر. شكرا مصر لان ظهرت حاجات كتيرة جدا في العامين اللي احنا عشناهم مع بعض، من امان ومن أخوة ومن ترابط ومن مشاركة إلى آخره. علاقة مصر والسودان هي علاقة أبدية قديمة، مش من النهاردة ولا من امبارح ولا دي علاقة من مئات السنين، وفي الأساس هي كانت بلد واحدة ثم انقسمت إلى بلدين. فأول كلامي أستسمحكم عشان أنا قصتي هتطول سنة قبل ما نقول أي حاجة، فأول ما نقول شكرا مصر فيبقى مصر رمزها النسر اللي محطوط عندنا على العلم ده، اسمه بطل من أبطال الجمالية، بطل من أبطال محافظة القاهرة، بطل من أبطال حي الحسين، البطل الشجاع، زعيم للأمة العربية تما وليس زعيم لمصر. يبقى استأذنكم اسمع تحية عالية قوي 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 لبطل جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي احتضن العالم كله. احنا شركة AM للتسويق العقاري وإدارة وتنظيم المعارض. شركة AM للتسويق العقاري وإدارة وتنظيم المعارض هي شركة بادئة في السوق المصري من 2015. تكريم شركاء النجاح اليوم. أدعو الأستاذة هاجر الأمين وفخري خالد وعبد الحفيظ لفقرة التكريم القادمة الآن. التكريم للأستاذ تجاني حاج موسى يا جماعة. تحية للأستاذ تجاني. أحلى تكريم لأحلى أستاذ يا جماعة. مهين التجاني. تكريم للأستاذة الرائعة مدير تحرير جريدة الأهرام المصرية الأستاذة أسماء الحسيني. تحية للأستاذة أسماء الحسيني. تحية لك يا أستاذة أسماء. المستشار الدكتور محمد فواز، السيد محمد فواز. احلى تكريم من علي الحاج، واحلى صوره من كيرو، واحلى توثيق من قناه البلد ومن ناس ومن مطعم سماره. تكريم خاص لصديقنا الدكتور عبد الحفيظ محمد عبد القادر، رئيس مجلس اداره شركه AM للتسويق العقاري. عبد الحفيظ حبيبنا في السودان لقلب مصر. ورجعنا لكم تاني. شكرا فخامة الرئيس، شكرا لفتح صدر حضرتك وذراعيك واستقبالك إلى إخواتنا
السودانيين. نرجع للعرض التاني بتاع ال 50% بسرعه. العرض ده يا جماعه بيقول ان انت لو معاك مثال 5 مليون جنيه يعني 100,000 دولار تقدر تحط نصفهم في شراء محل تجاري، النصف الثاني مش انت اللي هتدفعه، النص الثاني اللي هيدفعه المستأجر اللي المطور تعهد انه يجيبه لك. مش كده وبس، النص الاولاني اللي انت دفعته بتاخده بشيكات بنكيه وتقدر تستهدف بهذه الشيكات استثمار اخر. يعني ممكن ناخد محل بنصف القيمه والنص الثاني اللي هيدفعه قلنا المستأجر، والنص الاولاني اللي انا دفعته ده مثال المحل لو ب5 مليون فانت دفعت 2 مليون ونص، انا هديك بال2 مليون ونص 6 شيكات، كل شيك ب 416,666. 416,666 في 6 هيديني معايا 2 مليون ونص. اعمل ايه بالشيكات دي؟ خد الشيكات دي وتعالى نروح الى مطور اخر نجيب منه شقه سكنيه، قلنا ان احنا عندنا قسط شهري قد كده تقدر تشغل الشيكات دي في القسط، يبقى وقفت عليك تقريبا الشقه شبه مجانا. يبقى انا دفعت نصف قيمه محل تجاري، خدت بنفس القيمه اللي انا دفعتها شيكات بنكيه، اقدر استفيد بالشيكات دي في عمل اخر، واقدر استفيد بالمناسبه مع نفس الشركه بتاعه التجاري اللي انا واخد منها المحل او المكتب الاداري، واقدر اجيب منهم مكتب تاني ب 10% مقدم واشغل الشيكات بتاعه العرض بتاع ال 50% ده في العرض بتاع ال 10%. يعني باختصار ممكن اخد محل وبالعوائد بتاعته وبالفوائد بتاعته اخليها تصرف على المحل التاني من غير ما انا ادفع حاجه خالص. الاستثمار العقاري هو انجح استثمار، زي ما بيقولوا هو الابن البار اللي لن يعصى اباه، كل يوم بيكبر وبينمو امامك، وكل يوم هو في تضخم وفي ازدهار وما بيكلفناش اي حاجه. خلي الاستثمار العقاري هو اختيارك الاول في جمهوريه مصر العربيه. انا ارقامي ظاهره امام سيادتكم على الشاشه، في انتظار تليفوناتكم وتحت امرك في التواصل معاك في كل شيء. على الواتساب هبعت لك عرض واثنين وثلاثه واربعه، وهنقدر ان شاء الله ان احنا نتفق مع بعض ونصل الى اقرب نقطه هنصل فيها الى اعلى استثمار ليك. انا هخليك تدفع اقل مقدم واطول فتره سداد. ان شاء الله لقائنا مع بعض هيبقى كل يوم حد 8:30 مساء، ولكن الحد القادم بمناسبه عيد الاضحى المبارك، كل عام وانتم بخير. فالحد الجاي ان شاء الله بس هو اللي راحه، وان شاء الله من الحد اللي بعديه انتظرونا مفاجآت عديده. شكرا ليكم، كان معكم عبد الحفيظ محمد عبد القادر AM فور ريل استيت، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.